السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد، والنهاردة بإذن الله هوريكم خطة تنفع مع فريق القيمة بتاعته قليلة مهما هتلاعب فريق أقوى منك. الخطة دي 4-3-3 حرف ال A، ولكن خطة جبارة بتكتيكات جديدة خالص. أنا فريقي هنا البنك الأهلي بلاعب فريق الزمالك، وهوريكم الفرق قد إيه في القيمة بيني وبين نادي الزمالك، بس طبعا ما يكونش الفرق في القيمة أكتر من 100 مليون. احنا لسه يعتبر في الجولة العاشرة أول الدوري. هندوس خط على طول، وهنا فزنا 2-1 على فريق نادي الزمالك. وهنروح نبص على قيمة الفريق، هنخش هنا هندوس على قيمة الفريق، هنلاقوا بصوا قدامنا الإسماعيلي والزمالك والمصري وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، وقريبة مننا طلائع الجيش وغزل المحلة والأهلي والاتحاد السكندري. يعني 11 فريق يعتبر قريبين مننا. رغم كده احنا متصدرين الدوري بفرق نقطة عن فيوتشر، وفرق 5 نقط عن الزمالك اللي قبل الماتش كان فرق نقطتين بس. وده التكتيك اللي انا بلعب بيه، هنشوفوه دلوقتي. هو اسلوب اللعبة يبقى تمريرات، الهجوم فقط، ونصف الملعب البقاء في محله، والدفاع في الخلف، والرقابة دفاع منطقة، مصيدة التسلل لا، وقطع الكرة هيبقى حزم. الضغط على الخصم هيبقى 76، الهجوم 79، إيقاع اللعب التمرير السريع 77. لازم بنفس التكتيكات دي بنفس الأرقام دي، ما ينفعش ولا نزود واحد ولا ننقص واحد عنها. متخصصون طبعا، قائد الفريق هتخلوه أكبر واحد سن في الدفاع أو حارس مرمى لو كبير. وأنا هنا كنت مهاجم يلعب ضربات الجزاء، ولا عفوا ده لسه الماتش الجديد. كنت مخلي اللاعب موسى ديوارا يلعب ضربات الجزاء والفاولات، ولاعب ممتاز جدا جدا، لعب 9 مباريات، عمل 13 هدف وعمل تمريرة. لاعب أكثر من رائع، وأنا مرضتش أبيعه وهقويه. ودي كانت الخطة اللي معانا اليوم، وده حساب احتياطي معايا، لو حد عايزه يقدر يتواصل معايا على الواتساب، ياخدوا كلمة المرور بتاعته جاهزة، وهنيئا له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.